زكربورج قال على بودكاست مع جو روجان بالحرف في 2025 هيكون عندنا AI بيعمل شغل الميد ليفل انجينير. وبعدها بسنة واحدة بس الراجل بنفسه شال 8000 واحد من شركة ميتا، يعني 10% من الشركة. وقال السبب raising the bar on performance، إنه كده شايف إنه هيحسن جودة الشغل أكتر. في 2026 ولحد النهاردة 128 ألف وظيفة تك اتشالت، يعني 825 وظيفة كل يوم. ده أسوأ رقم في 3 سنين. وشركة جوجل بتقول إن 75% من الكود بتاعهم الجديد الذكاء الاصطناعي هو اللي كاتبه. فهل فعلا ال AI هياخد شغل المهندسين ولا لا؟ فالسلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. لأول مرة القناة، فأنا عبد الله رشدي، مهندس ميكاترونكس عايش وبشتغل في ألمانيا. وعلى القناة هتلاقوا فيديوهات ليها علاقة بالسفر لألمانيا بشكل خاص والسفر بشكل عام، لأن أنا من هوايتي السفر والتصوير. وعلى القناة برضه هتلاقوا فيديوهات ليها علاقة بالهندسة لأن أنا مهندس. فعلى القناة هتلاقوا تشكيلة حلوة كده. وفيديو النهارده ان شاء الله هنجاوب على السؤال اللي كل الناس بتساله: انا كمهندس شغلي في خطر بسبب الاي اي ولا لا؟ والاجابه معقده، وهقول لك بالظبط بارقام ومصادر مين اللي في خطر فعلا ومين اللي الاي اي محتاجه اكتر من اي وقت فات. خلينا الاول احط لك اهم 3 تصريحات قالها 3 من اهم واقوى ناس في التكنولوجيا. الاول زوكربيرج في يناير 2025 مع جو روجان. في 2025 قال زوكربيرج ان هيكون عندنا اي اي بيعمل شغل الميد ليفل انجينير اللي في الشركه، وهو اللي هيكتب الكود. وكمل وقال مع الوقت كتير من الكود اللي في الابلكيشنز بتاعتنا هيتبني بواسطه اي اي انجينيرز بدل بيبول انجينيرز، يعني هتتبني بالذكاء الاصطناعي بدل الاشخاص. الميد ليفل يعني ده اللي بياخد تقريبا من 200 ل 350 الف دولار سنويا في شركه ميتا. مش بنتكلم عن واحد لسه جديد جونيور صغير، دوت واحد عنده خبره 4 ل 7 سنين. فهو شايف ان الذكاء الاصطناعي هيقدر يستبدل وياخد مكان المهندس بتاع البرمجه اللي عنده خبره من 4 ل 7 سنين. نيجي دلوقتي للشخص الثاني وهو جينسون هوانج، السي اي او لشركه انفيديا. قال ان في لغه برمجه جديده ظهرت اسمها هيومن. معظم الناس مش بتعرف تتكلم سي بلس بلس، قليل كمان اللي بيعرف يتكلم بايثون، بس كل الناس بتعرف تتكلم هيومن، يعني كل الناس بتعرف تتكلم لغه البشر. يعني ايه؟ يعني الاي اي خلى اي حد، فعليا اي حد، يقدر يبرمج بالكلام. مش محتاج تتعلم ساينتكس للغه برمجه محدده، محتاج بس تعرف تشرح اللي انت عايزه. ثالث واحد سوندار بيتشاي اللي هو السي اي او لشركه جوجل. في اكتوبر 2024 قال اكتر من ربع الكود الجديد اللي في جوجل بيتكتب بالاي اي. وفي ابريل 2025 الرقم دوت وصل لحد 30%، ونهايه 2025 وصل الرقم ل 50%. وفي ابريل 2026 في جوجل كلاود نيكست قال ان الرقم وصل لحد 75%. بس دي مش مجرد ارقام. بيتشاي قال كمان احنا بقينا بنشتغل بالايجنتك ورك فلوز. المهندسين في الشركه بيديروا فرق اي اي كامله بتشتغل لوحدها. وقال ان عمليه كود مايجريشن كبيره، يعني انه ننقل كود، اتعملت اسرع 6 مرات من لو مهندسين عملوها لوحدهم السنه اللي فاتت. يعني ببساطه كده 3 من كل 4 سطور كود جديده بتتكتب في جوجل بتتعمل بالذكاء الاصطناعي. في سنه ونص بس من 25% ل 75% من الكود بيتكتبوا بالذكاء الاصطناعي. طيب ده كان كلام الناس الكبيره والسي اوز. تعالوا بقى نشوف الارقام الحقيقيه من سوق العمل. اولا اللي اوفس او اللي هو الرفض، كم واحد اترفض؟ في 2026 لحد دلوقتي 128 الف وظيفه تك اتشالت. اوراكل شالت 30 الف، امازون شالت 16 الف، ديل شالت 11 الف، ميتا شالت 8000، بلوك شالت 4000. والتوقعات ان الرقم دوت هيوصل ل 144 الف في نهايه السنه. وكليك اب صرحت 22% من الناس بعد ما نشرت 3000 اي اي ايجنت. تاني حاجه وظائف الجونيورز. حسب ستانفورد اي اي اندكس 2026 المبرمجين عمر 22 لحد 25 سنه نزلوا بنسبه 20% من 2024. وحسب شركه انديد الانتري ليفل تيك بوستنجز اللي هي الاعلانات اللي هم حديث التخرج نزلت بين 50 ل 67% من اللي كانت عليه في 2022. ثالثا وفي نفس الوقت وظائف الاي اي والماشين ليرنينج سبيشاليستس زادت بنسبه 35% السنه دي حسب موقع لينكد ان. و73% من المبرمجين بيستخدموا الاي اي تولز، برامج الذكاء الاصطناعي، حسب موقع ستاك اوفر فلو 2026. بطاله السينيور ديفلوبرز اللي هم عندهم خبره في البرمجه وصلت ل 1% تقريبا، وعددهم بيزيد. وبطاله الجونيورز اللي هي اعمارهم من 22 لحد 27 سنه وصلت من 6 ل 7%. يعني للاسف الفجوه بتكبر. السينيورز مطلوبين اكتر والجونيورز بيلاقوا صعوبه في انهم يلاقوا وظائف. ليه؟ فلان شركات كتيره بتقول بدل ما اعين 3 جونيورز لسه وادربهم من الاول، ليه ما اجيبش واحد سينيور واديله بس برامج ذكاء اصطناعي تساعده ويقدر يحل محل ال3 اللي انا ممكن اعينهم. طيب الارقام ديت مخيفه، بس خليني اقول لك على حاجه مهمه جدا.
في حاجه برضو اسمها الاي اي ووشنج، وده اخطر من الاي اي نفسه. عارفين كده حاجه زي غسيل الاموال؟ في حاجه كده زي غسيل الاي اي. سام التمان السي او لشركه اوبن اي اي، يعني الراجل اللي بيبيع الاي اي اصلا، قال بنفسه في فبراير 2026 ان تقريبا كل شركه بتعمل لي اوفس او بترفد موظفين بتلوم الاي اي، سواء فعلا بسبب الاي اي او لا. وده مش راي، دي بيانات. استبيان اتعمل في 2026 لقى ان 59% من الهايرنج مانجرز اعترفوا انهم بياكدوا على دور الاي اي لما بيشرحوا سبب اللي اوفس، يعني سبب الرفض اللي هم بيعملوه او سبب تسريح الموظفين، لان دوت بيبان احسن قدام المستثمرين والمساهمين. و9% بس قالوا ان الاي اي فعلا حل محل وظائف بالكامل. يعني 9 من كل 10 شركات بتقول الاي اي هو السبب. بس الحقيقه ان المشكله بتكون ماليه او اعاده هيكله، او بسبب ان الارباح نزلت بتاعت الشركه، علشان كده بيسرحوا. حتى جارتنر اكبر شركه ابحاث في العالم لقيت ان 80% من الشركات اللي شالت ناس بسبب الاي اي ما شافتش اي عائد قابل للقياس، يعني سرحوا ناس وما وفروش حاجه. شركه كلارنا شالت 700 واحد من الكاستمر سيرفيسز، يعني من خدمه العملاء، والجوده بعدين نزلت فاضطروا يعينوا تاني. وده مهم ليك ليه؟ لان ده معناه ان جزء كبير جدا من الخوف دوت مبالغ فيه، بس ده مش معناه ان مفيش تغيير حقيقي. في تغيير بس مش بالحجم اللي بيقولوه. طيب دلوقتي اهم جزء في الفيديو، لان كل الكلام ده زوكربيرج ولا جوجل والارقام بيتكلم عن نوع معين من الشغل، طبعا مش كل الهندسه. الاي اي بيشتغل ازاي؟ بياخد شويه بيانات وشويه انماط وبيطلع بيها في الاخر اوتبوت او مخرج. طيب ايه اللي مش بيقدر يعمله؟ مش بيقدر مثلا يمسك مفك لحد دلوقتي على الاقل، مش بيقدر مثلا انه يوصل سنسور، مش بيقدر انه يختبر روبوت في مصنع. يعني كل حاجه ليها تعامل مع العالم الفيزيائي الاي اي لسه بعيد عنها سنين. دلوقتي معظم التركيز ان يخلوا الروبوتات يبقى فيها موديل ذكاء اصطناعي بيتحكم في الروبوت نفسه، ولكن الموضوع دوت لسه بعيد شويه. طيب خلوني اكون محدد اكتر. مين لسه امن من انه يتسرح بسبب الذكاء الاصطناعي؟ مهندس الروبوتات، مهندس الانظمه، مهندس هاردوير، مهندس فيلد او ديبلويمنت، او اللي بيشتغلوا في الابحاث الار ان دي. طيب مين اللي في خطر؟ ممكن نقول المبرمج الجونيور، اللي هو شغله كله عباره عن بيعيد نمط او بيعيد اكواد بسيطه جدا. ريتشارد سيروتر من جوجل كلاود قال حاجه مهمه: المهندسين بقوا برودكت انجينيرز او اركتكتس، بيبعدوا عن الكتابه اليدويه ويتحولوا لنموذج ايجنتك. يعني خلاصه الكلام دوت، الوظيفه مش بتختفي، الوظيفه بتتطور. حتى بوريس تشيرني من انثروبيك، الشركه اللي هي بتعمل كلود، قال ان مسمى سوفت وير انجينير ممكن يختفي مع نهايه 2026. ودوت مش لان المهندسين هيتشالوا، لان ناس اكتر من باك جراوندز مختلفه هتقدر تعمل سوفت وير. المسمى هنا هيبقى ان الواحد يبقى بيلدر مش كودر، ان الواحد بيبني برنامج مش انه بيكتب كود. والفرق مش في المسمى، الفرق في طبيعه الشغل. لو شغلك متكرر وممكن يتوصف بخطوات واضحه، فالاي اي هيقدر يعمله وهيعمله اسرع منك. اما لو شغلك محتاج ان يكون في جادجمنت كده، انك انت تاخد قرار، او انك انت يبقى في ابداع في الفكر، او حتى تعامل مع العالم الفيزيائي، او فهم لسياق معقد، فانت في امان. وخليني اقول لكم على حاجه، انا بستخدم الاي اي في كل يوم في شغلي، بس انا مش شايف ان الاي اي هنا بيشيل شغلي، ولكن بيسرعني وبيخليني اشتغل اسرع. فمثلا في كتابه الكود، بدل ما اقعد اكتب الكود من الصفر، او ان انا اقعد اشوف اونلاين شويه اكواد واحاول اخد منها والكلام دوت، فدلوقتي باستخدام الذكاء الاصطناعي ممكن اشرح له انا حابب اعمل ايه، ويديني هو التمبلت البدائي اللي انا ممكن ابدا بيه، وبعدين ابرمج واكمل عليه علشان اعمل الشغل اللي انا عايز اعمله. تاني حاجه، لما بتحصل اخطاء في الكود، يعني انا مثلا دلوقتي عملت برنامج وبعدين جربته وطلع عندي فيه ايرور غريب. في العادي قبل الذكاء الاصطناعي الواحد كان بياخد الايرور دوت يدخل على جوجل ويقعد يقلب على المواقع لحد ما يشوف الحلول المختلفه، يقعد يالف الحلول المختلفه ديت ويشوف انهي حل فيهم هيساعده. الذكاء الاصطناعي دلوقتي بيوفر عليك الخطوات ديت بانك انت تديله الايرور، وبعدين هو بيجيب لك الاحتمالات، ممكن مثلا 5 احتمالات ان ديت هي الحلول للمشكله بتاعتك. فبدل ما الواحد بيقعد ساعات يقعد يدور اونلاين، في 10 دقايق بس ممكن احل المشكله بتاعتي باستخدام الذكاء الاصطناعي. تالت حاجه برضو من الحاجات اللي الذكاء الاصطناعي يساعدني فيها جدا، وهي كتابه الدوكيومنتيشن. انا دلوقتي كتبت كود انا فاهمه واشتغل الحمد لله وكله تمام، المفروض كده اكتب شرح ووصف ان ازاي الناس التانية، المبرمجين التانيين الموجودين في الشركه، ازاي هم كمان يقدروا يستخدموا الكود اللي انا كتبته. فلازم كده اكتب دوكيومنتيشن والخطوات وايه الكود ده بيعمله والحاجات دي كلها. الموضوع ده برضو ممكن ياخد منك وقت كبير جدا، وفعليا من الحاجات الممله جدا. فبرضه باستخدام الذكاء الاصطناعي دلوقتي تقدر تديله الكود اللي انت كتبته وتكتب له انه يديلك ملخص كده ودوكيومنتيشن للكود بتاعك. ورابع حاجه الذكاء الاصطناعي يساعدني فيها وهي التستنج.
ان انا المفروض مثلا لازم اعمل اختبارات على روبوت معين او جزء معين من الروبوت، فبرضه بدل ما ادخل اونلاين واقعد اشوف ازاي الناس التانية بتعمل الاختبارات ديت، ببساطه ممكن استخدم الذكاء الاصطناعي وهو بيشرح لي ايه التستنج المفروض اعمله على الاجزاء المختلفه في الروبوت، علشان باستخدام الاختبارات ديت اقدر اقول ان الجزء دوت في الروبوت شغال تمام جدا من غير اي مشكله. مثلا لازم يقول لي لازم تختبر سرعه الموتور، درجه الحراره اللي بيوصل لها الموتور لما تشغله مثلا لمده ساعه، وحاجات تانية مختلفه. مين اللي بيصمم الروبوت وبيشتغل عليه؟ اكيد مش الذكاء الاصطناعي. مين اللي هيركب الحساسات المختلفه على الروبوت في الاماكن المحدده؟ او مين اللي بيروح المصنع ويختبر الاجزاء المختلفه في الروبوت؟ اكيد مش الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي اداه زي مثلا المفك الكهرباء. المفك لوحده مش هيبني لك الروبوت ولا هيبني الطاوله اللي انت عايز تركبها مثلا، بس باستخدام المفك هتعرف تبني الحاجه اللي انت عايز تبنيها بشكل اسرع. فده نفس الكلام مع الذكاء الاصطناعي. لو انت لسه طالب او فريش جرادويت لسه متخرج جديد، فانا مش هكدب عليك، السوق فعلا اصعب للي لسه متخرج جديد، بس مش مستحيل. في 3 حاجات لازم تعملهم من دلوقتي. الشركات دلوقتي بتفضل المهندس اللي بيستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي بكفاءه. 73% من المطورين في العالم بيستخدموا ادوات الذكاء الاصطناعي، 51% بيستخدموها كل يوم. جيت هاب كوبايلوت اللي هو برنامج الذكاء الاصطناعي الموجود على جيت هاب عنده 18 مليون مستخدم، فانت خليك ال 18 مليون واحد اللي هيستخدمه. اتعلم ازاي تستخدم برامج الذكاء الاصطناعي المختلفه، واتعلم ازاي تتعامل معاها وتكتب لها رساله او اللي هي البرومبت تكتبه بشكل صح. ده مش غش، دي مهارات بقت مطلوبه. لو بتدرس ميكاترونكس او روبوتات ففعليا دوت احسن وقت. الشركات محتاجه ناس بتفهم هاردوير وسوفت وير مع بعض. الناس دي نادره جدا ومش هيتم استبدالها على الاقل قريب ان شاء الله. حتى لو بتدرس سوفت وير حاول برضو تدخل شويه في جزء الهاردوير، اتعلم مثلا سيستمز ديزاين، ديستريبيوتد سيستمز، او اتعلم امبيدد سيستمز. الحاجات المعقده ديت اللي لسه الاي اي مش بيشتغل عليها. الاي اي يقدر ياخد سيرتيفيكيشن بسهوله، يقدر ياخد شهاده لما تساله وتمتحنه، لكن اللي مش بيقدر يعمله انه يعمل مشروع حقيقي حليت فيه مشكله حقيقيه. اعمل مشروع برستو، اعمل روبوت صغير، حاول تحل مشاكل، وحط الكلام دوت على الاكونت بتاعك على جيت هاب. ده اثبات انك انت بتشتغل عملي، وده اللي بيفرق معاك لما تيجي تقدم على وظائف. ودلوقتي رايي الشخصي اللي مبني على اللي بشوفه في الصناعه، الاي اي مش هيشيل المهندسين، هيشيل نوع معين بس من الشغل، واللي هو الشغل المتكرر، اللي هو الشغل ممكن يتشال بكوبي اند بيست. وشايف ان عدد المهندسين اللي العالم هيحتاجهم هيزيد مش هيقل. ليه؟ لان كل ما الاي اي بيخلي السوفت وير ارخص، كل ما ناس اكتر هتعمل منتجات جديده، وده معناه ان هيحتاجوا مهندسين يصمموها ويصلحوها. اللي هيتأثر أكتر الناس اللي رافضة تتغير، الناس اللي لسه بتكتب كود بنفس الطريقة من 10 سنين ومش عايزين يتعلموا برامج الذكاء الاصطناعي. دول اللي فعلا في خطر، مش لأن ال AI أحسن منه، ولكن لأن المهندس اللي بيستخدم ال AI هو اللي أحسن منه. مجال الروبوتكس والفيزيكال AI ده مجال بيكبر مش بيصغر. شركات كتيرة جدا من اللي موجودة في ألمانيا أو في أماكن تانية بتتوسع وبيجي لها دعم مادي عالي، فده المجال اللي بيحتاج مهندسين أكتر كل سنة. الخلاصة في جملة واحدة، ال AI مش عدوك، هو أداتك اللي المفروض تستخدمها علشان تساعدك في شغلك. فشايف إن الذكاء الاصطناعي والروبوتات هم أحسن تخصصين أو مجالين تقدر تدمجهم مع بعض وتشتغل فيهم دلوقتي، لأن دوت هو المستقبل. وأنا شايف الكلام دوت من اللي شايفه في الصناعة. وكده نكون خلصنا فيديو النهارده عن الذكاء الاصطناعي. أتمنى الفيديو يكون مفيد وعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، واللي عنده أسئلة في استفسار يقدر يكتب لي في التعليقات تحت الفيديو، أو ممكن يكلمنا على الانستجرام أو على الديسكورد. هسيب لكم اللينكات في الديسكربشن تحت الفيديو برضه، واشوفكم يا جماعة إن شاء الله في فيديو تاني.